دابا غادي نراجعوا اللغة العربية، ركز معايا. واخا. السؤال الأول: من هو الكائن الذي يصبر على الجوع والماء حتى في درجة حرارة عالية؟ السقرام. ندوزو للسؤال الثاني. أعطيني جوج من أخوات كان. فاطمة الزهراء لمياء. طلقوني، نتوما طلقوني عليه. ولدي، هادوك أخوات أنا بغيت أخوات كان. غير صبر معاه، الله يطول ليه في عمرك ويحفظك ليه. ليه؟ انت ما عندك ما ديري بيا. ليه راه هي ليا، عرفتي الجاره مسكينه من نهار اللي توفى راجلها وهي مكرفسه مع ولدها ما لقات باش تكمل له قرايته. راه بصح الا مشات تطراتك شي حاجه كي غدير في القرايه ديال ولدك؟ مستقبله راه ضاع، راه مشى فيها، راه غيخرج من القرايه. خرج من القرايه ويلي امتى خرج مع السته وجا دار الكوتي وراه دابا كيحفظ مع باه، ما كتشوفش؟ راه خاصنا نديرو تامين نضمنوا به مستقبل ولدنا. عرفت باش حتى طرات شي حاجه خايبه، التامين اللي كيتكلف المصاريف الدراسيه ديال الاولاد طيله المده الدراسيه المتبقيه. عارف دابا هادشي كامل اللي شرحت لها وغتقول لك هي مولات الفكره، انا كنعرفها. هذه فكره زوينه ولا لا؟ لا فكره زوينه، ما عمرها كانت غطيح عليها. بابا الكائن اللي كيصبر على جوع الماء هو الجمل. برافو ولدي. واعطيني جوج اخوات كان. ضل وبات. ضل وبات، حنا ما غنمشيو نقراو ما نمشيو نخدموا. عاد كتشات في القبيله بابا. طلقوني عليه، نتوما طلقوني عليه وراه يشاد فيا كي دايره.